والله هو ملعب كرة القدم زي ما حضرتك شايف مساحته مش قانونية، وده من أول إنشاء المدرسة وهو كده، بس إحنا بنشتغل عليه والحمد لله بنحاول إن إحنا نحقق بعض البطولات ونطلع لعيبة من المدرسة، بس ده طبعا بيعطل إنتاج اللعيبة وتفريغ النجوم. بخلاف ان العاب القوه زي ما هو باين ورايا بتتمرن معانا في الملعب، فبيحتم عليا ان انا اشتغل في جزء معين. الملعب حالته سيئه جدا لان هو كان في ميزانيه بتيجي من الشباب والرياضه للمدرسه، الميزانيه دي وقفت. كنا بنجيب بيها ادوات وكنا بنجيب بيها اجهزه، كنا بنصلح بيها الملعب ونعمل له صيانه، كل الكلام ده وقف، فبقت الملعب سيء جدا. ده بيأثر على مستوى الولد وممكن كمان يعرضه للاصابه، غير ان الاجهزه اللي موجوده من اول انشاء المدرسه وهي موجوده. احنا بنحاول نحافظ بقدر الامكان على حاجه تخلينا نشتغل وننتج. عندنا كميه مواهب كبيره جدا، لان معظم اللعيبه اللي موجوده عندنا بتلعب، اذا كانت بتلعب في النادي المصري او نادي المريخ او معظم الانديه بتاعت بورسعيد، خامات كويسه جدا. بس هي المشكله بس اللي عايزه العنايه او عايزه الاهتمام بيها، هتبقى ناتج كبير حلو قوي لمصر. يعني ان شاء الله ما شاء الله عندنا لعيبه كويسه جدا جدا. يعني انت لو لاحظت، لو جيت مره مثلا في ماتش ولا كلام من ده وتتفرج عليهم تتبسط منهم قوي. طبعا المدرسه دي بقى لها حوالي 17 سنه، احنا فيها من اول ما بدات الدراسه فيها والتدريب. اشتغلت فيها كمدرس تربيه رياضيه ومدرب. المدرسه دي طلعت اجيال من احسن الاجيال الموجوده في كره اليد، وطبعا بورسعيد تشتهر بلعبه كره اليد. طلعت لعيبه في منتخبات مصر في جميع المراحل السنيه. طلعت عماد عبد الوهاب، طلعت عمرو نعمان، رامي السيد، انديه نادي بورسعيد. هو هنا دلوقتي عماد عبد الوهاب بيلعب في النادي، كان بيلعب في نادي الشرطه، وبعدين راح الاهلي، وبعدين دلوقتي في الجزيره، ولعيب على مستوى عالي. ومنتخب مصر كان منتخب مصر، وده خريج المدرسه. وغير الناس اللي هي وصلت الى دوري المحترفين في نادي بورسعيد كان اغلبيتهم من المدرسه الرياضيه. المدرسه دي كان المفروض الشباب الرياضه بيصرفوا عليها كناحيه فنيه من ناحيه الادوات والكور والملابس وكده. للاسف بقى لنا اكتر من 7-8 سنين انقطعت. كان الاول بيجي لكل فصل مبلغ معين، بدا يتخفض للنص، للربع، لما فيش خالص. فبدات المدرسه يعني تفقد هويتها. كل اللي بيتعمل في المدرسه هنا ده كل دون مجهود ذاتي. احنا بنقول ان ديت مدرسه لتفريخ ابطال. المدرسه لها تاريخ 23 سنه، منشاه من سنه 92 تقريبا. حضرتك الحمد لله، يمكن انت لو حضرتك في 18 مدرسه على مستوى الجمهوريه، احنا قد نكون الاول او الثاني بالنسبه على مستوى المدارس الرياضيه على مستوى الجمهوريه. المدرسه لها نظام مختلف عن المدارس العامه. هي طبعا المنهج الدراسي بتاعها صحيح منهج اعدادي عام وثانوي عام، الولد بيخش عندنا من اولى اعدادي لغايه ثالثه ثانوي، ولكن الاهم من ده ان هي الناحيه الرياضيه بتدرس فيها مواقع ساعتين يوميا ما عدا يوم الخميس. المدرسه خرجت ابطال في كل اللعبات، 4 لعبات مختلفه. خرجت يمكن على سبيل المثال اللي فيه كره حضرتك كره القدم، وفيه كره اليد، وفيه كره الطياره، والعاب القوه. يمكن لنا ابطال على مستوى، يمكن العاب القوه حققنا لغايه بطوله عرب. اليد معظم منتخبات الناشئين من المدرسه. الطايره نفس الكلام. الكوره يمكن حتى يعني الفريق المصري حتى في عصره الذهبي كريم ذكري ومحمد ذكري وعاشر الادهم ولغايه دلوقتي اسلام صلاح والزيات، كل دول ولاد المدرسه هنا. والملعب اللي حضرتك اللي شافه ده البسيط ده اللي طلع اللعيبه الافزاز دول. الملعب اللي انا موجود حاليا عليه واقف عليه هو ملعب تدريبات، تقام عليه تدريبات كره اليد لجميع المراحل التعليميه. ملعب اسفلتي، يعني ممكن ان هو بيعرض الكثير من اللاعبين والطلبه للاصابه. ايضا هنا ملعب الكره الطائره، نفس المشكله في هذا الملعب. ملعب اسفلتي، وكره الطائره بتحتاج حركه كبيره جدا وحركه كتير، ويمكن ايضا بيعرض اللعيبه والطلبه للاصابه. ايضا هنا في الخلف في ملعب كره القدم، وهذا الملعب يعني ملعب الارضيه بتاعته ارضيه سيئه جدا. كمان العشب متفاوت المراحل، غير مستوي. ايضا تقام عليه تدريبات كرة القدم والعاب القوة.
التدريبات متداخله مع بعض، ممكن بيعرض ايضا للاصابه، والملعب مساحته مساحه غير قانونيه، وهذه شكوى لجميع المسؤولين او رساله لجميع المسؤولين ان احنا نهتم بهذه المدارس، لانها تنتج لنا العديد من الابطال في مختلف الالعاب.